النهارده انا هقول لك على افضل كتاب في التاريخ حرفيا، وان شاء الله في الفيديو دوت احنا هنحطم الرقم القياسي لاعلى نسبة مشاهدات في تاريخ اليوتيوب والفيسبوك. ان شاء الله هنعدي ال 51 مشاهدة، وده بفضل اللايك والشير اللي انت هتعمله. ولو انت لسه مش مشترك في القناة تكون بتشترك. قصة حزينة مؤلمة، عدي 51 مشاهدة ان شاء الله، يعني ربنا يكرم. اختي ادتني كتاب عن شخصية انا بحبها وقالت لي خد اقراه ممكن يفيدك. فانا طبعا ما بحبش القرايه زي اغلب الناس اللي بتتفرج دلوقتي، فانا قلت ايه يعني انا بحب الشخصيه ديت فهقرا الكتاب بتاعها. ومره واحده اتفاجئت من نفسي، اتحولت لدودة قرايه، موس قرايه. قعدت اقرا في الكتاب ما اخدش مني ساعتين ونص بالظبط تقريبا، يعني ساعتين ونص كنت مخلص الكتاب. تخيل واحد ما بيحبش القرايه يمسك كتاب في ساعتين يروح مخلص الكتاب. هو الحقيقه كان الكتاب لذيذ وطريقه الكتابه بتاعته لذيذه، وانا هقول لك عليه دلوقتي برضه عشان ما تقولش ان انا بحرمك من حاجه، بس انت ما تنساش اللايك ماشي. المهم رحت منادي على اختي على طول وقلت لها بقول لك ايه، هاتي كل الكتب اللي عندك، اي كتاب حلو عندك هاتيه. وفعلا راحت ادتني كتاب، واول ما بدات اقرا فيه كده حسيت ان انا بص مش هينفع استفاد لوحدي، لازم اعمل الفيديو ده عشان اقول لك منهم حاجتين. اول حاجه اقرا، وتاني حاجه انا جاي النهارده فعلا اقول لك على افضل كتاب في التاريخ، وده طبعا من وجهه نظري المتواضعه التي ليست لها قيمه على الاطلاق. وعايز تقبل مش عايز تقبل براحتك، ما تقبلش بس هتقبل برضه لانك انت بتتفرج عليا ولازم تيجي في صفي، يعني مش مهم، مش مشكله يعني لما تكون من متابعيني وتيجي في صف جاملني يا اخي. ونبدا من 3 ل1. واحد يقول لي طب ما نبدا من 1 ل3، واحد تاني نصح يقول لي خلاص انا هقدم الفيديو عشان اشوف رقم 1 وانجز وانا لسه هستناك، ده بدل ما تعمل لي لايك وسبسكرايب. شكرا يا صاحبي، او يلي كنت فاكرك صاحبي، شكرا. رقم 3، الدحيح، ما وراء الكواليس. لو انت بتحب النوع ده من الكتب اللي تخص السيرة الذاتية او الشخصيات المؤثرة او الشخصيات العامة او قصص النجاح الملهمة، او انت مثلا صانع محتوى زي حالاتي فعايز تتعلم، عايز اقولك الكتاب ده فرق معايا بشكل غير عادي جدا. الكتاب ده هيشجعك وهيلهمك انك انت تبتدي في الهواية بتاعتك وفي الحاجة اللي انت عايز تعملها فعلا، وهيديلك افكار كمان عن صناعه المحتوى. كتاب سهل وسلس كده في القرايه وبيتكلم بالعاميه المصريه، تحس حد كده بيحكي لك قصه او انت بتسمع فيديو للدحيح. وكمان المفاجاه هو مش بيتكلم عن الدحيح بس، لكن كمان بيتكلم عن التيم اللي معاه. اشجعك تكون بتقرا الكتاب ده او اي كتاب تاني شبيه ليه. تاني كتاب معانا قلب الادمان. في حياتنا ادمانات كتيره قوي، مش شرط السجاير او الحاجات الكبيره دي. لازم الواحد كده ياخد عشان او ساعد شكله عبيط قوي. وطبعا مش شرط كل دوت، يعني عشان عارف طبعا ان اغلب الناس اللي بتتفرج عليها مش مدمنه ولا حاجه، بس ممكن يكون الادمان برضو ادمان اكل، ادمان شوبينج، ادمان سوشيال ميديا وتليفون. ففي ادمانات كتيره قوي. الكتاب ده بقى بيعرفك ايه هو الادمان وازاي تتعالج منه، وايه المسمى اللي بيضحك عليك بيه عشان تصدق انك انت فعلا مدمن حاجه ومش قادر تبطلها. هيديلك خطوات انك انت تكون بتعالج نفسك بيها، ويعلمك ازاي كمان انك انت ما ترجعش ويحصل لك انتكاسه من اي ادمان في حياتك. وعلى ذكر الادمان انا بقى بقول لك دي خدها مني صريحه، خليك مدمن الكتاب اللي جاي ده. الكتاب اللي جاي ده فعلا اللي هو بالنسبه لي افضل كتاب في التاريخ، خليك مدمنه. الكتاب المقدس، كلام الله اللي منه بتخرج ينابيع الحياه، كلام الحق اللي مكتوب عنه كده ان هو امضى من كل سيف ذي حدين، اللي لما بتقعد تقرا فيه الله بيكلمك من خلاله. انت متخيل العظمه؟ تخيل الله العظيم جدا بجلالته بيقعد يتكلم معاك من خلال الكلمه دي لما بتقعد تقراه. اشجعك تقرا افضل كتاب في الحياه، وبعد كده اقرا اي حاجه تانية انت عايز تقراها. بس كده يا سيدي، بفكرك تعمل لايك وشير، ولو انت لسه مش مشترك في القناه تكون بتشترك، ولو انت بتتفرج على الفيسبوك تكون بتدوس متابعه ولايك للفيديو دوت وتعمل لنا شير. مع السلامه.